وادي يا حبايبي عملنا القرص الطريه بكل تكاتي. ما خبيتش عليكم حاجه، اعملوها بنفس التريكات هتاكلوا صوابعكم وراها. مش قادره اقول لكم على ريحتها ولا طعمها ولا. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه. انا قبل كده في فيديو سابق عملت القرص الطريه. تعالوا مع بعض نعمل بقى قرص طريه مش قادره اقول لكم على جمالها وحلاوتها، هتدمنوها وكل ما تخلص هتعملوها تاني. مقاديرنا كالتالي: انا عندي هنا 5 كوبايات ميه، و3/4 كوبايه زبده، وعندي 165 جرام زبادي، وعندي معلقتين خميره، و5 معالق سكر. بصوا حبايبي، هنا دول حوالي 2 كيلو دقيق. حطيت عليهم ذرة ملح، يعني معلقة ملح صغيرة، وحطيت 5 معالق سمسم، وحطيت معلقتين لبن بودرة او 3 معالق بودرة، ده بيعزز الطعم، وحطيت 3 معالق نشا. ما تستغربوش من النشا. وعندي هنا اللي هدهن بيها القرص بتاعتي ديت قشطة. ممكن تحطي عليها زبدة او تستخدميها كده، بتخلي القشطة بتاعتي في حتة تانية. والمعلقة ديت هي ديت اللي انا حطيت بيها السكر بتاعي. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعدين هنحط بقى هنا ال5 كوبايات ميه اللي انا قلت لكم عليها، هنزل عليهم ب5 معالق السكر، وهنزل عليهم بالخميره بتاعتنا، واقلب كويس جدا لغايه لما السكر يدوب معانا كده تماما. انا الخميره والسكر دابوا معايا تماما، انا متاكده من الخميره بتاعتي. لو انت مش متاكده منها يبقى غطيها وسيبيها لما تخمر، وبعدين ضيفيها على كل المكونات. انا طبعا ضمناها اهي، فهحطها على كل المكونات بتاعتي اهي. وبعدين هنزل بالزبادي بتاعي كده اهو، وهضرب المكونات دي كلها ونشوفها مع بعض. انا عجنته لمدة 5 دقايق، وبعدين هبتدي انزل بالزبدة بتاعتي اهو، وبعدين هنعجنه تاني. اللي ممكن تعجنيه في العجان، ولو انت عندك الصحة ربنا يديك الصحة والعافية يا رب، اعجني على ايدك لمدة ربع ساعة. حبايبي اهو انا عجنت العجينة لمدة ربع ساعة. دي من شروط نجاح القرص بتاعتنا، لازم تعجنوها كويس جدا علشان خاطر نحصل على نتيجة كويسة. انا بقى ايه، هغطيها وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعدين ارجع لكم تاني. حبايبي بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو خمر معانا اهو كده. حبايبي انا قسمت العجينة على جزئين، وعملتها على شكل اسطوانة كده، وبعدين هبتدي اقطع العجين بتاعي اهو كده. بصوا اهي حجم البرتقانية اهي. عايزة تصغري عن كده ممكن، عايزة تكبري عن كده براحتك خالص اهو كده اهو. وبعدين هبتدي احطها على صينية واغطيها، اخلص الكمية وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي اهو خلصت الكمية اهي، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هغطيها وهسيبها للمرة التانية تخمر. عقبال ما تخمر ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي خلاص هي اهي ما شاء الله تبارك الرحمن، كله خمر معايا. كل اللي انا هعمله هروح رصاها في قلب صينية كده اهو. بصوا يا حبايبي خلاص انا رصيت في الصينية، وبعدين هنا برضو اللي على الصاج اهو بعمله كده اهو بكفي ايدي كده، واسيبه يختمر للمرة الثالثة، وبعدين هنرصه في الصواني ونشوفه مع بعض. خلاص اهي
خمرت معانا، يبقى هي كده خمرت على 3 مراحل. اول مرحله نص ساعه، تاني مرحله 10 دقايق، تالت مرحله برضو 10 دقايق، وهتبقى بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. هنبتدي ان احنا ندهنها بالقشطه بتاعتنا اهو. بصوا بسيط كده الوش بتاعها، وطبعا انا مولعه الفرن قبليها ب10 دقايق او ربع ساعه اهو، وبعدين هدخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه. حبايبي القرص الطريه اهي في الفرن، بصوا تبارك الرحمن، بصوا اهي ابتدت تبان شكلها اهو. ما تنسوش اني انا حطاها في الفرن على درجة حرارة 180، وان شاء الله مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. بصوا الجمال ما شاء الله فاخر. ومن الاخر طلعناها من الفرن، بصوا تبارك الرحمن. نعمل بقى حركة حلوة جدا، ان احنا نضخهم مية كده اهو زي ما انتم شايفين، وبعدين نروح مغطينها على طول بالفوطة علشان تفضل طرية. وخلصنا خلاص. بصوا بقى تبارك الرحمن، بصوا القرص معانا، بصوا 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 ما شاء الله اهي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، ولا ريحتها تبارك الرحمن. بصوا اهي، يعني حاجة كده فاخر. ومن الاخر جربوا التريكات بتاعتي ديت، هتاكلوا احلى قرص في الكون. انا قبل كده عملتها بالعجوة، دي بقى سادة خالص. بصوا بصوا اللقمة، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. دي بقى تفطري بيها الصبح، تتسحري بيها بالليل لو انتي بتصومي. حاجة خفيفة وجميلة. طبعا انا التريكات اللي انا عاملاها فيها جربوها، هتاكلوا صوابعكم وراها. تشربوها جنب شاي بلبن، تشربوها جنب كافي، تشربوها جنب شاي سادة، مش هتقول لا. ندوق ونشوف العظمة والجمال دي. يلا بينا نشوف. وادي يا حبايبي عملنا القرص الطرية بكل تكاتي، ما خبيتش عليكم حاجة. اعملوها بنفس التريكات، هتاكلوا صوابعكم وراها. مش قادرة اقول لكم على ريحتها ولا طعمها ولا حلاوتها. انا بقى بعملها ايه، بحط عليها جبنة بيضة كده ودقة الزعتر، ونقول بسم الله وندوق بقى ونشوف بقى ايه. اها خطيرة خطيرة خطيرة، حلوة جدا. وطبعا جنب كوباية الشاي السادة، جنب اي حاجة مش هتقول لأ. الله على العظمة، جميلة جدا جدا جدا. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. هستنى تطبيقاتكم الجميلة تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. هادي بيها حبايبكم يا جماعة، احنا بنخزنها ممكن في الفريزر، وقبل ما نيجي ناكلها نسخنها، بتبقى طعم اكنك لسه عاملاها حالا. بصوا اسمحوا لي بقطمه كمان اهي، تفطري بيها، تتعشي بيها، تسحري بيها زي ما انا ما قلت لكم قبل السابق. حاجه كده جميله، هادي بيها حبايبك، جميله جدا 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 جدا. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن. بحبكم في الله، ويلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. يلا بينا على الطريقة، بشوفكم في فيديو جديد. تكات وصفات النهارده. باي باي.